القراءة عادة مهمة جدا، كلنا متفقين. طيب ازاي ولادنا يحبوها؟ أنا إيمي أباظة، ودي اسمع مني وراجع ورايا عادي. طيب، أولا كده أي عادة نفسنا إن ولادنا تبقى عندهم ويكتسبوها، فالأول كده إحنا اللي هنعملها. هنتربى من أول وجديد وهنعمل إحنا الأول الحاجة اللي نفسنا نشوفهم بيها، لأن هم مرايتنا، بيرفلكت اللي إحنا بنعمله، هيشوفونا بنقرا هم كمان عايزينهم يتعودوا على القراءة، فلازم نكون إحنا الأول فعلا بنقرأ، والكتب موجودة في البيت ومتاحة، وعندنا مكتبة حتى لو صغيرة. ويا سلام لما يكونوا هم اللي بيختاروا فيها معانا. يعني أنا شخصيا مثلا عندي مكتبتي حلوة أوي، لكن بقى في كورنر مخصوص كده للكتب بتاعتهم هم، وده من أول ما يكونوا صغنطين جدا لغاية ما يكبروا، قد ما نقدر إن إحنا نشوف الفرص الكويسة اللي بنجيب منها بأسعار مناسبة. لكن مهم إن يكون موجود جوه البيت مكتبة، وكمان مكتبة يعرفوا بسهولة إن هم ياخدوا منها، مش حاجة في البعيد ولا حاجة في العالم، لا، حاجة في متناول إيدهم فعلا، عشان بسهولة يختاروا وتبقى قدامهم ويبقى ده العادي بتاعنا، فهيتشجعوا وهتبقى حاجة يومية عادية عندنا. كلمة عادة معنى إن إحنا محتاجين نبنيها وبنواظب عليها وهنشتغل عليها عشان تتأسس وتبقى دايما موجودة معانا. وده نقدر يعني يا ريت نبدا بيه بدري جدا وهم صغيرين قوي قوي قوي. فعلا ما عملناش كده، فاتس نيفر تو ليت، فيلا نبدا دلوقتي. الفكره بس انه نبدا بطريقه لطيفه يحبوا فيها الوقت اللي احنا قاعدين معاهم فيه. احنا لازم نبدا بان احنا نقعد معاهم اكيد في الاول، بمعنى ان احنا يا سلام كده لو فكرنا ان احنا نختار الوقت بتاع البيت تايم ستوري. يعني ده بيبقى حلو جدا بعد يوم طويل من الجري واللفلفه. مش لازم كل يوم، بس اتليست الويك اندز ولا حاجه. المهم يعني يبقى وقت كده كويس جدا قبل ما يناموا، ونقعد نقرا فيه كده واحنا في السرير مع بعض، حاجه لطيفه ظريفه. واصلا طبعا نختار قصه تكون كويسه اكيد. القصص دي عاده بتكون فيها موضوع عايزين نوصل للولاد، فبالتالي القصة تكون حاجة ظريفة لطيفة في وقت حلو كده وننهي بيه اليوم واحنا معاهم بشكل كوزي ولطيف كده. فده بعد شويه صغيرين هتلاقيهم هم اللي بيطالبوكوا بيه كل مره، وبعد شويه كمان هم اللي هيعرفوا يعملوا ده لوحدهم. احنا كده عمالين نعمل كل الخطوات بتاعت ازاي نأسس لعاده تفضل معانا على طول. الفكره الثانيه اللي انا شخصيا بستخدمها كتير قوي قوي، بما اني بنقف كتير في المطبخ اكيد، والحركات استعدادات الاكل الدائمه اليوميه دي، بستغل بقى من الوقت ده. لو هم وقت دراسة فأوكي إن إحنا نقرأ حاجة الدراسة، كده كده المواضيع وهي قراءة جميلة. وبالعكس هنا بندسكست وبنناقشها بشكل تاني خالص غير الشكل اللي مجرد للمذاكرة. لا بالعكس، إحنا هنا بنقراها مع بعض وبنجوي مع بعض وبننبسط بيها. ويا ريت لو عملنا الحركة الكويسة دي قبل الدراسة أصلا، إن أنا بجيب المناهج قبل ما نبدأ المدرسة، سواء بقى اونلاين او لو اشترينا الكتب الخارجيه. المهم يعني ان نقرا في حاجه الدراسه يبقى كويس. ما عملناش كده في اي قراءه تانية، حاجه مهمه جدا برضو. احنا كده بنأسس للعلم وبنستغل الوقت اللي احنا واقفين فيه بنشتغل حاجه بان احنا نشجعهم ان هم يقروا، فبالتالي هنسمعهم وهنصحح وهندسكس، ودي كلمه مهمه جدا، هنناقش اللي احنا بنقراه كمان. فاحنا كده ضربنا عصافير كتيره جدا ببعض. عايزين عادة القراءة، عايزين نحسن القراءة بتاعتهم كمان، سواء بقى عربي أو إنجليزي أو اللي انتوا عايزينه، وعايزين نفهم اللي احنا بنقراه، وعايزين نناقش اللي احنا بنقراه. فاحنا هنا عملنا الجزء النقدي كمان، مش قراية كده وخلاص. فاحنا كده بنكسب حاجات كتيرة جدا مع بعض في وقت احنا أصلا قاعدين نشتغل فيه حاجة تانية، بس بنستغله صح. ده غير العلاقة الجميلة اللي هتبقى بيننا وبينهم، إن احنا لازم ندور على الوقت اللي نعرف نقعد فيه مع بعض ونستفيد بيه كمان ونتبسط فيه في نفس الوقت. فكرة تانية حلوة جدا ومهمة جدا وبنستخدمها كتير جدا جدا، وهي المكتبات. بنروح مكتبة وبنعمل الاشتراك بتاع المكتبة، بيبقى عادة يعني affordable جدا ومش غالي. بالعكس ده بيدينا اشتراك لمدة سنة. لمدة سنة ده اعملوا الاشتراك العادي. احنا شخصيا عاملين مثلا مع مكتبة مصر العامة، بتدينا في السنة كلها نقدر نروح أي وقت احنا عايزينه، ناخد الكتب اللي احنا عايزينها. هياخدوا كارنيهات بتاعتهم والكارنيهات بتاعتنا as parents كمان، عشان كل كارنيه بيديهم 5 كتب
فبالتالي بقى معانا حصيله محترمه. الفكره ان هم بيدخلوا السكشن بتاعهم بتاع الاطفال او اللي احنا عايزينه، بيختاروا اللي هم عايزينه. فكره ان هم يختاروا بنفسهم دي فكره هايله جدا وبتفرحهم جدا جدا. فكره الاستعاره وان هم بناخد الحاجه بيتنا وبنحافظ عليها ونرجعها تاني، دي حاجه مهمه جدا حتى لو عندنا في البيت. فكره الاستعاره دي حلوه قوي. وهنا بيبقى عندنا تجديد، يعني كل شويه يعني بيدينا اوبشنز اكتر وبيدينا حق الاختيار بشكل احلى. فبتبقى قاعده حلوه جدا 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 وهتساعدنا جدا وموفره جدا، غير الحاجات اللي احنا اوريدي شاريينها. هيبقى عندنا دايما بدائل افضل بكتير. حاجة تانية مهمة جدا، أكيد بندور على التوفير، فبنفكر دايما إزاي نجيب الكتب في وقت السيل، في وقت المعرض الكتاب، في وقت الديسكاونتس. هنا بقى بيدينا إن إحنا هنعرف نروح ونختار في الحاجات اللي نبقى محددين معاهم من الأول مثلا الميزانية اللي إحنا حاطينها. ويا سلام لو بقت الحاجات دي كمان كمكافآت أو حاجات حوشنا لها عشان نعرف لما نروح نجيب أكتر قدر منهم بالشكل اللي إحنا باختياراتنا اللي إحنا بنحبها. الفكرة يعني توفير الكتب قد ما نقدر وبأسهل وبأوفر طريقة. في فكرة كمان موفرة جدا وهي البي دي افس. يا ريت ان احنا نجيب الكتب نكون ماسكينها، ده احساس تاني خالص، ولكن كمان نقدر ان احنا نستخدم البي دي افس. وكمان نقدر نستخدم الماتيريال الكتيرة جدا الموجودة اونلاين والموجودة على الويب سايت بتاعنا على انستغرام. هتلاقوا كتب كتيرة جدا تقدروا تقروها اونلاين، او تقدروا لو تحبوا ان انتوا تطبعوا. كنت بطبع لاولادي حاجات قبل كده، بس كمان الحاجات الشيتس اللي فيها رسم كمان هتبقى احسن تطبع. الفكره يعني ان احنا لازم دايما نبقى كرييتيف ونفكر ونستغل المتاح بكل الطرق عشان في الاخر ناسس لعينه مهمه جدا فعلا، وهتفرق معاهم كتير في حياتهم. القراءه يعني مش هنتكلم في قد ايه مهمه، لكن فعلا اذا عايزين يفتحوا مخهم وان هم يقروا في حاجات متنوعه هتفيدهم وبتديهم معلومات خطيره. ودلوقتي المعلومات يعني سهله ان احنا نوصل لها، فلازم نستغل ده كويس جدا ونحبه وننجوي ونفهم ونفهمهم انه ده فعلا هيأثر وهيفرق جدا في مستقبلهم. في عادات مهمه كتير قوي بنتمنى انها تبقى موجوده عند اولادنا. النهارده كنا بنتكلم عن القراءه ولسه في حاجات حلوه كتير. ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت واستنونا في الحلقات الجديدة، واستغلوا الماتيريال الحلوة جدا على بلوج إيمي's جايدز.